السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي. اليوم مع وصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم، اللي هي البيتزا بحجم عائلي. تقدروا تدوها معاكم تعودوا في رحلة، تقدروا تدوها معاكم تعودوا رايحين للبحر، تقدري تفرحي بها ولادك في وجبة غداء. جات روعة، ان شاء الله تجربوها وتصلح معاكم. بيتزا رائعة، ذوق روعة وطرية، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. نروحوا ديريكت للمقادير. عندنا كاس حليب دافي، وعندنا بيضة كاملة، نحطوهم مع بعضهم ونخلطوا بالفوي. نزيدوا ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز وملعقة كبيرة تاع سكر، ونخلطوا حتى يذوب السكر. بعد ما يذوب السكر نصبوا ربع كاس زيت ونخلطوا، ونزيدوا ملعقة صغيرة تاع ملح، ونزيدوا الكاس الاول تاع الفارينة. هنا جاتنا كي درنا جاتنا 3 كيسان ونص تاع فارينة، وانتي والفارينة تاعك. هاني صبيت الكاس الاول ونحرك حتى يتجانسوا مع بعض مقادير، ونزيد نصب الكاس الثاني ونحرك حتى يتجانسوا مليح، وتنحينا ذاك التكعبير تاع العجينه. ونزيدوا الكاس الثالث تاع الفارينه، وكل وحده الفارينه تاعها تكون تشرب. كاين الفارينه اللي تكون ما تشربش. انا درت 3 كيسان ونص تاع فارينه، جاتني العجينه ملاح. درك نزيدو نص كاس اللي بقالنا تاع الفارينه. انا درت نص كاس، وكاينه اللي تجيها 3 كيسان وربع كل وحده والفارينه تاعها. تخليها تجيك شويه طريه يا البنات، ما تخليهاش يابسه باش ما تجيش البيتزا تاعك يابسه. تخليها شوي طريه تلصق في اليدين. من بعد ندلكها شويه في طاوله العمل. بعد ما تدلكيها شويه واحد ل5 دقائق تحطها ترتاح وتغطاها، وتروحي للصلصه تاعها. عندي طماطم تاع الكعب، نربيها بهذا الشكل، نحي لها القشره. مع انه جاي وقت الصيف ما تكون طماطم كاثره. ونزيدوا معاها ثوم، راس تاع ثوم ولا نص راس ثوم، شويه ملح، نحطوهم في المقله قبل ما نحطوهم على النار. ونزيدوا شويه لي زيبيس، فلفل اكحل وروايح، فلفل احمر، ونص ملعقه صغيره كبيره تاع طماطم مرحيه. ونزيدوا 3 مغارف تاع زيت. طماطم المرحيه كانت حبي ما تزيديش ما تزيديش. ونحركوهم. من بعد نشعلوا عليهم على نار قليله، ونشعلوا عليهم النار ونخليوهم يتقلاو. ونزيدوا شويه تاع ماء، واحد الفنجال تاع ماء، باش ما تجيش الصلصه تاعنا جامده وتيبسلي. من بعد نحلوا العجينه بعد ما رقدت شويه، نقسموها على 2. انا راح ندير لي العجينه هذه راح ندير لي 2 بلاطوات تاع فور. ها هي الوحده الخبزه الاولى، نحلوها في طاوله العمل.
البيتزا هذه تقدروا تدوها للرحلات معاكم، تقدروا تدوها للبحر، تقدروا تطيبوها كوجبة غداء. نجيبوا البلاطو تاعنا بعد ما دهناه بشويه زيت باش ما تلصقش، ولا ما درتيش الزيت ديري ورق الطهي باش ما تلصقش. اللي يكون البلاطو تاعها يلصق دير ورق الطهي ونعدلها في البلاطو بهذا الشكل. هاهي شوفوا السمك تاعها. من بعد نغطيها ونخليها تريح. وهذه هي الخبزة الثانية، درتها في البلاطو الثاني وخليتها ما بعد ما ارتاحت واحدة نص ساعة. وهاي لاصوص تاعنا صوص طوماط بعد ما وجدت. ومن بعد ما نكونوا غلينا زوز حبات طماطم، زوز حبات تاع بيض، نديروا بيض شرشم. الا تحبي ما ديريهش. نحلوا صوص طوماط تاعنا فوق الخبزة الاولى. من بعد تربي عليها البيض، نربوه كامل. ولا تحب ما ديرش البيض، واللي عندها لحم مفروم دير لحم المفروم. اي وحده تزيين اختياري يا البنات، كل واحد واش يحب يزين، كل واحد يحاول واش يحب ياكل. تربيه فوقها وهي مازالت عجينه. انا نسيت باش نثقبها وهي عجينه يا البنات، بعد ما حطيت لاصوص باش تفكرت باش نثقبها. هاني ثقبتها. ما تنساوش تثقبوها يا البنات، انا نسيت نثقبوها قبل ما نحطوا لاصوص. نحطوا شويه فلفل حار، اللي تحب ما تحطش، اللي عندها فلفل حلو تحب تحط فلفل حلو. ونحطوها في الفور بعد ما كنا شعلناه على درجة حرارة 180 درجة، يكون سخون. وندخل الخبزة تاعنا الطيب بعد ما تحمر، تشوفوها حمارت من التحت وراح تبدا تحمر من الجوانب. ننزلها ونحط نزينها بشوية تاع زيتون اسود. انا درت الاسود، اللي تحب دير الاخضر. اي تزيين تحبي عليه واش تحبي توكلي فوقها ديري. شوية تاع طون كانت عندي. ما نطفوش الفور، خلوه الساحة، نشعلوا عليه من الفوق ونقصوله. ونزيدوا شويه فرماج رابي. انتي واش متواجد عندك. نكونوا شعلنا على الفور من الفوق، نحطوها 1 دقيقه حتى يذوب شويه الفرماج معانا ونجبدوه. ما تطوليش من الفوق، ما تخليش يطيب بزاف. شوفوا يا البنات بعد ما طابت وحمرت معنا الجوانب نزلناها. شوفوا جات طريه رائعه يا البنات، ذوق رائع. ولاصوص قاعده تطريه من فوقها صوص طوماط. ان شاء الله يا ربي تجربوها، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. وديما خلوا لي تعليق يا البنات تحفيزي، وديروا لي جيم يا البنات فضلا وليس امرا. والرجاء تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وسلام البنات.